السلام عليكم خياتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين. قبل ما نبدا الوصفه، اول مره نطلب منكم هذا الطلب في بدايه الفيديو. فضلا وليس امرا، ديروا لي جيم للفيديو باش تطلع نسبه المشاهده. واللي دخل جديد نقولها مرحبا بك، زوري القناه، والى عجبك المحتوى اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس باش يلحقك مني كل جديد، ما تنسيليش جيم للفيديو. فضلا وليس امرا. راح ندير لكم هذه الوصفه بزاف بزاف سهله، صدقوني سهله وبنينه وتجي طريه وتندار في وقفه. في هذه الوصفه كاين 3 عبار فارينه، انا عبرت بالكاس 3 عبار فارينه كما راكم تشوفوا. مغرفه كبيره معمره مليح سكر ناعم، مغرفه صغيره لافاني. هذا لافاني هذه اختياريه لكن حطيت لنا ذوق رائع. قرصه تاع الملح، والعبر تاع السمن ولا زبده. انا درت زبده للامانه، درت ماني. ذوبيها وخليها تبرد مليح كيما راكم تشوفوا. تقدروا ديروا نص كاس غير ربع سمن تكملوه بالزيت، تقدروا ديروا كاس غير ربع زبده تكملوها بالزيت، تقدروا ديروا غير زبده ولا سمن وحدهم، ولا تخلطوا بين الزبده والسمن كما حبيتوا. المهم يكون كاس تاع ليدام. تحاولوا تدخلوا هاد المكونات مليح بين يديكم كما راكم تشوفوا، باش تطمن كامل العجينه تاعي. بعد ما خلطت العجينه تاعي مليح، جبت نص كاس تاع مزهر. هذا الكاس تاع مزهر لازم يكون دافي. علاش؟ باش الفارينه تاعكم ما ديرش واحد الكتل هكذا، اي تصرى بزاف في الشارك وفي العرايش. لان احسن كي تجبدي الماء تاعك من الثلاجه، مزهر، تجبديه كي يكون بارد دفيه غير شويه، قسمه تقيسو هكا شويه دفا، من بعد نحيه وطمي به العجينه حتكون النتيجه ولا اروع. انا درت نص كاس تاع مزهر دافي مع 2 مغارف كبار فارينه، 2 مغارف كبار فقط، وانتم على حساب الفارينه تاعكم. للامانه هنا الحليب تاني راهو دافي، قلت لكم تقدروا حتى ديروا غير بالمزهر وحده، ماشي لازم الحليب، لكن الحليب راح يعطيها واحد الطراوه ما شاء الله. هنا باش تعرفوا باللي العجينه تاعكم ما تخصهاش السوائل، حكموا الكريه هكا، ديروها حربوش، من بعد دوروها بنفس الطريقه اللي دورتها انا، بنفس الطريقه. ومن بعد دوروها. الا دارت تشققات معناتها العجينه تاعكم مازال تخصها آه، ل- سوائل عفوا، ولا ما كاش ما دارتش هذوك التشققات معناتها راهي مليحه. عفوا. هنا الكريات تاعكم ديروهم في الثلاجه يريحوا واحد 4 ساعات من الاحسن، باش يريحوا. كي يريحوا راح تساعدكم في الخدمه، لانه العجينه راهي بزاف هايله. شوفوا بعد ما ريحت العجينه تاعي واحد 4 ساعات داخل الثلاجه، وخملت كوزينتي يعني هذوك الدوزن اللي خدمت بهم، غسلتهم ونقيت الكوزينه. لازم النظام باش تكون خدمتكم مقيقيه وما تدخليش في هكا في توتر. يعني كل ما تخدمي حاجه نقي موراك. بعد ما قلت لكم نقيت كوزينتي، جبت الحلوى تاعي، لقيت الكريات تاعي ساعدوني في الخدمه ما شاء الله. تحكمي الكريه، تحليها وديري المعجون. هنا للامانه المعجون من الاحسن هذاك الجامد، يعني كاين واحد المعجون يجي جامد هكذا ديروه خير، لكن اللي ما عندهاش معليش ما يكونش سائل بزاف. هكذا. وانا فضلت ندير هاد الهليلات يكونوا صغيورين وشويه محلولين. انا ما قلت لكمش على حجم الكريه. حجم الكريه انا درتها 30 غرام، تقدروا ديروها اصغر باش يجوكم واحد الهليلات هكا صغيورين ويجوا متحوفين وشابين. هاد الوصفة سهلة. أنا تقدري ديري هنايا تمر، تقدري ديري حتى الكاوكاو، العقدة تاع الكاوكاو كيما نديرو التشارك العادي، لأنها قريب نفس الوصفة. لكن أنا حبيت بالمعجون سهلة، درتها للدراري يشوفوا في وقت قصير كنت وجدتها وشربوا بها قهوة العصر. يعني هذه تقدري ديريها للضياف تاني يكونوا جايين على غيلة تسمعي بهم وما عندكش واش ديري غير بالمعجون وانتي فريتيها. تقدروا ديروا تاني بالتمر تجي بزاف بنينه. انا درت هاد الهليلات راح ندير كامل كما راكم تشوفوا. استعينوا بالفارينه باش تساعدكم الخدمه. درت الهليلات تاعي كامل وجدتهم ودرتهم في سنيوه ماشي مدهونه، عفوا ما عليهاش الفارينه، يعني لانه الحلوه تاعنا فيها اسمن. تقبتها هكا من الفوق باش نخرج لها الهواء، باش تخرج يعني كي تكون طيب تخرج الهواء تاعها. درتها في الثلاجه تريح واحد 4 ساعات ما بين ما نسخن لي الفرن.
هنا تقدروا إلا كنتِ مغاولة ديريها في المجمد 10 دقايق ما بين ما يسخن الفرن، من المجمد مباشرة للفرن على درجة حرارة 180 درجة، طيب من التحت تعطيك داك اللون الذهبي، زيدي طيبيها من الفوق، شوف هداك اللون بزاف شباب. هنا للأمانة شاركوني بناتي في تشكيل التشارك، أنا نحب نخليهم يشاركوني في صنع الحلويات، خصوصا في الحلويات يحبوا يرميو يديهم، يعني كل حبة كيفاش درت، لكن معليش أنا ليسونسيال فرحتهم ودرت لهم الحلوى وخليتهم، يعني قلت لكم شاركوني. راح ندير لكم المرة الجاية فيديو دارته بنتي وقالت لي ماما شاركيه في القناة. خليت التشارك تاعي برد مليح مليح مليح، من بعد درتو في المزهر كأنك راكي تسكري في الشارك العادي. المزهر فيه مغرفة كبيرة تاع سكر ناعم، دخلي خرجي فقط في المزهر، من بعد ديريهم هكا ينشفوا فوق ورق الماس، من بعد بداي تسكري فيهم، كل وحده وطريقتها في التسكار. انا نخليهم هكا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق وهما داخل السكر، من بعد نبدا نواسي فيهم، يعني نسقم فيهم. هنا للأمانة شريت واحد النوعية تاع السكر الناعم ما ساعدتنيش في التسكار، الله المستعان يعني، لكن جات الحلوى ما شاء الله. هاد النوعية تاع السكر أنا نسكره وهي طيح، ما ساعدتنيش، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كاين واحد الأنواع يعني كي تروحي تشريهم يعني في ندامة، يعني ماشي هذه هي هذا واش حبيت نقول. ليسونسيال هاي ليك التشارك تاعي بعد ما وجدته جا بزاف هايل. كان التقديم تاعي بسيط لأنه كنت مغاولة وجا وقت يعني باش يشربوا دراري القهوة، راني قسمت معاكم الحبة والله جات روعة روعة روعة. طراوة طراوة وبنة ويعني وحاجة يعني غيّرنا شوية من الحلويات العادية. هذه هي وصفتي لنهار اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم، ونقول لكم هنا تهلاو في رواحتكم، نتلاقاو مع فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.